دي تشكيلة الاهلي، تشكيلة منطقيا حلوة. بس خلينا بقى نتكلم. انا الفيديو ده طالع مش عايز الوم حد ولا عايز اتكلم على حد، وهدي كل واحد حقه وعدال عن نفسي انا ورأيي، وساب الكومنتات مفتوحة عشان في التصويت في اخر الفيديو عايزكم تقولهولي. بص، انا هدي رأيي وساب الكومنتات مفتوحة وقولوا اراءكم. الراجل ده مش هيكمل مع الاهلي. الراجل ده كل ماتش بيثبت لي ان عنده تخوفات دفاعية في حاجات غريبة جدا. هتقول لي ليه يا عم؟ ده احنا تأهلنا، ده احنا وصلنا ربع النهائي معاه. اقول لك يا حبيب اخوك، انت ماتشين ورا بعض تعادلتهم. ماتش البنك الاهلي وماتش شبيبه القبائل، والماتشين انت تكسبهم سكور مستريح بالفريق اللي معاك. مبدئيا ان انت عانيت في الماتش بتاع البنك، لعبت زيزو وانت عارف ان هو هيتصاب وادي اتصاب قاعد 3 4 اسابيع. الماتش اللي بعده لعبت تريزيجيه وانت عارف ان هو اتصاب واشتكى من الاصابه، وده اكتر لعيب في الملعب عليه جهد. ادي اتصاب وهيقعد بتاع 3 4 زيهم، نفس الشد بتاع زيزو. عانيت ولحد النهارده بتخرج من العمران من القايمه بتاعتك وبتلاعب على حساب الكوكا الذي لا يفقه شيئا عن كره القدم. ولما جيت بدلته برمضان بيكهام اللي ما بيفهمش حاجه برضو في كره القدم، مع احترامي للكل. برضو كنت لسه بتعاند، بتخاف دفاعيا، لسه بتعاند، مش مدي الثقه لعيبتك ومقعد لعيبه وبتلعب على حسابها لعيبه زي طاهر اللي معرفش ان النهارده كان بيعمل ايه في الملعب. وده رايي، ده مش هيكمل مع الاهلي. بص، عشان قلت هدي كل واحد حقه، الراجل ده ما ينفعش يقعد دكه لاي حد. مهما كان بقى يعني عملت اللي عملته انت خلاص كبرت لازم تقعد على الدكه. لكن الراجل ده ما ينفعش يقعد. انت لولا الراجل ده النهارده، الراجل ده شال فيه 4 5 تجوان مستريح. الراجل ده اتقل من اي جون في مصر حاليا، اتقل من عواد واتقل من صبحي واتقل من الشناوي اللي هو كابتن النادي الاهلي اللي هو لحد النهارده بيبعت لنا السلامات. بصوا بقى عشان الخص الدنيا، الناس دي هي الجمهور الحقيقي. شئت ام ابيت هم دول الجمهور، هم دول الحقيقه، هم دول المشجعين. لازم النقطه ونقف عندها الحاج بالرمضان. معرفش ان حد يلم له ايديه ويحطها جنبه، عشان الراجل ده بقاله ماتشين بيلوش بايده. في حاجه غلط، بيقدم حاجات غريبه جدا في الملعب. مش ده بالرمضان اللي الواحد كان هيموت عليه. انا واحد بشجع الاهلي من وانا عندي 4 سنين. الراجل دوت كنا من 2017 عايزينه جه. ده مستوى، ده مش مستوى لعيب. انت ولا عارف ترقص، ولا عارف تبص صح، ولا عارف تشوط صح، ولا عارف تعمل عرضيه صح. في حاجات غلط فيه. نختم الفيديو بأحسن حاجة شافتها عيني النهاردة، التيفو الجميل ده. وطبعا اوعى ننسى ذكرى ال74 شهيد بتاع مذبحة بورسعيد، ومذبحة الدفاع الجوي ال20 زملكاوي. رحم الله شهداء كرة القدم في كل مكان.